السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن علامات البطيخة الحمراء والمرملة. دخل فصل الصيف والكل بيحب أحلى فاكهة اللي هي بنجيبها البطيخ، وبالذات لو كلت البطيخة مع حتة جبنة كده بالليل فبتبقى جميلة. هنشوف النهاردة علامات البطيخة ازاي. دي البطيخه قدامكم اهي، ولا اجيبها مدوره قوي يعني الشكل ميبقاش مستدير قوي ولا بيضاوي قوي، وابص على الحته دي شايفينها ملمومه قوي كده وداخله لجوه، دي من العلامه اللي هي تبقى كويسه. الحته اللي نايم عليها دي بتبقى في الجنب اللي هي الفتحه اللي بتبقى في الارض، وقصادها الناحيه التانيه بتلاقي في حته فتحه قصادها بسيطه زي ما انتم شايفين كده. دي تبقى من علامات البطيخه. لونها كمان مش اخضر قوي، يعني اخضر غامق على اخضر فاتح، مش كلها خضر قوي علشان او غامقه يعني. وبص على الجدر اللي هو بيبقى متصل بالارض ده لازم يكون ناشف، لو اخضر هتلاقي البطيخه مش كويسه. والحته اللي هي بقول عليها الفتحه دي احيانا بتلاقي فيها حتت خشنه كده، دي من اثار النحل اما بيكون اتلم على البطيخه. فما حد يقول لي دي فيها حاجات كده، لا دي وحشه، دي بتبقى هي دليل على حلاوه الايه البطيخه وانها تطلع حمراء ومرمله. تمام. العلامه التانية قلنا اللي ذكرناها ان الحته دي بتبقى ملمومه قوي كده، ودي تبقى ناشفه اللي هو الجدر بتاع البطيخه. تمام. وتعالوا نشوف ونفتح ايه البطيخه. هنا قطعنا البطيخه اهي، بسم الله ما شاء الله. طالعه حمراء وطعمها جميل ومرمله. ودي يعني ابسط علامات ان انت تنقي بطيخه حتى لو ما عندكش خبره قوي، ان انت ابسط حاجه تبص على الحاجات دي. ان شاء الله تطلع البطيخه زي ما احنا ايه شايفينها امامكم كده، وجميله وتطلع مرمله ومسكره وطعمها كان جميل وبسم الله ما شاء الله. طلعت جميله ومرمله فعلا وكويسه من العلامات.